في نفس الإطار أيضا ماناش باش نبعدوا بعيد، باش نحكيوا على التوازنات المالية للأسرة في رمضان مع الخبير في البرمجة الدماغية الأستاذ محمود المقيدة. مرحبا بك أستاذ. تحياتي لك سي زياد وكل الساده المشاهدين. تعمل اكيد في طله من خلال البرنامج ومن خلال التلفزه ومن خلال يعني التسوق اليومي تقريبا، ولا بشكل عام معناها تسوق نتاعك ينجم يكون اسبوعي وغيره. تعمل في طله على الاسواق، تعرف تعاطي المواطنين والمواطنات مع السوق في رمضان مع كل ما هو مصروف. شنو نجم نقولوا في السياق هذا على التوازنات المالية للأسرة في رمضان اللي هو موضوعنا اليوم؟ هو سي زياد، ذهابنا للأسواق والمحلات التجارية سواء أيوة. للخضر ولا الغلال ولا مهما كانت نوعية البضائع والمشتريات نحب ناخذها. أيوة. خلينا نقولوا راهو الأساس نتاعه هو نوع من البرمجة. هذه البرمجة هي اللي تأثر في عملية تسوقنا. كيفاش؟ إذا كان نحكي وطحنا على شهر رمضان، خلينا نقولوا للسادة المشاهدين نعرفوا أن شهر رمضان عندنا ضغوطات داخلية كما عندنا ضغوطات خارجية وكما عندنا نوع من البرمجة. هذه البرمجة اللي اكتسبناها من صورة الشهر وأيضا وموجبات هذا الشهر. البرمجة خلينا نبدأ بالداخلية اللي هي رغباتي أنا، اللي هي شهواتي أنا، سواء كنت أنا الأب ولا كنت أنا الأم. كيف بالنسبة للضغوطات الخارجية هي طلبات الأبناء، هي وسائل الإعلام في علاقة بالإشهار. ونحن حتى هنا في برنامج تونس في رمضان قاعدين احنا نشاهي وزاد في السادة المشاهدين بما أنه قاعدين يتابعوا يعني في محليات السهر ومحليات السحور، فكيتابع هو يعني تونس في رمضان. نعم. شو بيصير إن شاء الله. كل حال احنا معناها بالعبارة التونسية الحلوة المتداولة نودوهم ولا نشاهيوهم، معناها يقول لك نودك ولا نشاهيك. وإن شاء الله المكونات نتاع الحاجات الجميلة والبنينة أيضا اللي تعمل فيهم صابرين يكونوا في متناول المواطن، معناها ما نكثروش عليه أكثر ما هم مكثرين عليه، معناها يكون مقدور عليهم. نعم بطبيعة الحال. والثالثة هي البرمجة. نعم. البرمجة شنو هي البرمجة؟ نقول للسادة المشاهدين، الكثير من السادة الآباء والأمهات وأرباب الأسر يقول لك شهر رمضان. البرمجة تكونت حتى من وسائل الإعلام ومن الدولة. نسمعوا كلمة مخزون تعديلي، نسمعوا كلمة مخزون استراتيجي، نسمعوا كلمة مليون بيضة، نسمعوا زاد كيف سي خميس يحكي على مليون. ظهر لي ما يعملوا شيء محمود. عدد ملايين من البيضات كذا مليون. بالضبط هكذا عدد ملايين من البيضات وغيرها، يعني سواء من كل المنتوجات اللي يمكن يستهلكها التونسي في رمضان. ففكرة الإدمان على شراء البضائع، على تكديس البضائع، على الاستهلاك صارت موجودة ومعروضة. يعني وقت اللي هو شهر رمضان الكل هو أصله وأساسه ومقاصده هو التقوى والعبادة والتقوى والعبادة والسمو الروحاني والابتعاد عن الشهوات والرغبات، خاصة معناها المادية والغذائية. بالضبط هذا هو اللي يحدث، أنه رب الأسرة واللي يقوم بعملية التسوق يكون مرهون الحقيقة، سواء بضغوطات داخلية في علاقة بشهواته ورغباته وفي علاقة بشهوات، ولا بضغوطات خارجية بوسائل الإعلام، أيضا بطلبات الأبناء. ضغوطات هذا هو الأهم من وسائل الإعلام ومن الإشكاليات اللي تطرحها علاقة المواطن والمشاهد والمستمع والمتابع بوسائل الإعلام، هي الضغوطات الأسرية. الضغوطات الأسرية خاصة على مستوى معناها الأبناء وعلى مستوى المقارنات اللي تتم. بالضبط هذا بين هو. هذا شنو طيب وهذا شنو شراه وهذا شنو كلا وهذا هذا شنو طيب وهذا شنو شراه. خاصة المرأة لما تكون في العمل أيضا ولا في علاقة بجيرانها، الزوج لما يكون زاد كيف في علاقته بالعمل وفي علاقة بجيرانه تسبب له نوع من الضغوطات. أقل شوية يعني. أقل شوية صحيح، يعني تسبب له نوع من الضغوطات، لكن هي صحيح أقل شوية لكن تصنع رغبات داخلية في علاقة بالكبت. علاش لا أنا ما نطيبش الملوخية ويعرف روحه ياكل شوية قليلة برشا؟ علاش لا ما نطيبش الكسكسي؟ علاش لا ما نطيبش كذا؟ علاش لا ما نطيبش كذا؟ وتبدأ الحكاية غادي. فنشاهد مع كما قلنا احنا كيف كان نظريه البرمجه القسريه الخارجيه في علاقه بالشهر. وبالنسبه للكثير منا يقول لك رمضان هو شهر الانفاق، وايش حب يزين المائده وايش حب يزين الطاوله، وهناك اكراهات وانا نهار كامل صايم وفي الاخر ما ياكل شيء. وفي الاخر ما ياكل شيء. يقول لك انا نهار كامل صايم، فيغزر بعينه هو في علاقه بالتسوق. ويعني طاوله تكون مليانه على اليمين وعلى اليسار، وكل مليانه هذيك الحقيقه عندها
ضريبه، عندها كلفه، عندها ضريبه، وعندها صحيح. ضريبه وعندها كلفه. عباره يعني دقيقه في بلاصتها، عندها ضريبه. عندها ضريبه. الضريبه هذه هي اللي تبدا تكون الممول الاساسي لصناعه التشنجات داخل الاسره. التشنجات هذه تبدا بصوره جميله في البدايه، اللي هي نزينوا طاولتنا في اول الشهر، في الاسبوع الاول، الاولى، الليله الثانيه نتاع رمضان. بعد لما نقدموا شويه واحنا قربين على ليله النصف ان شاء الله، ليله الاربعاء، تبدا هناك ضرائب اخرى او مطالبين بدفع، اللي هو قادمين وقراب احنا للعيد. قفة رمضان، مصروف رمضان، ضغوطات الآباء في علاقة بالأبناء، ونزيدوا صناعة التشنج هذه، بما أنه اليوم إن شاء الله عودة موفقة لكل أبنائنا وبناتنا. نعم. فحصيلة النتائج زيادة النتائج الدراسية، وتبدأ الأعداد هذيك زادة حاضرة في علاقة بالعائلات. نزيدوا إحنا على التشنج. محمود نزيدوا على التشنج. هذا تشخيص للوضع. احنا لهنا مطالبين بطرق واساليب باش نحثوا التوازنات الماليه ونخفوا على ارواحنا وعلى بعضنا، كأم كأب يعني زوج وزوجه، كأبناء، كعائله، كمجتمع. ايضا الضغوطات شنو نعملوا؟ هذا السؤال. هذا هو السؤال المهم والسؤال الاساسي والسؤال المحوري. كلمه شنو نعملوا الحقيقه تتطلب كثير من الوعي. اول حاجه لازم نعملها هو يكون فما توافق داخل اطار العلاقه الزوجيه، ماهيش الاسريه. يعني نحكيو على الزوج وعلى الزوجه. بين الزوج والزوجه سي زياد وكل الساده المشاهدين لازم يصير فما اجتماع بيناتهم ويحطوا كل التفاصيل على الطاوله. شنو فيه الاجتماع؟ الاجتماع هي تلك الميزانيه العائليه، كيف نقوم بتوزيعها وتقسيمها. الميزانيه العائليه راهي ماهيش الراتب الشهري، نعاود نقول للساده المشاهدين الميزانيه العائليه ماهيش الراتب الشهري. علاش؟ لانه سي زياد هنا عنده راتب شهري، لكن سي زياد بالنسبه لي هو كل الراتب الشهري راهو عنده خصوصيات خاصه به. اذا هو يطرح الخصوصيات وله ما يوفره للميزانيه العائليه. نسهلوا على الساده المشاهدين، نفترض أن السيد موظف اجرته او دخله الشهري هو 1000 دينار، بالنسبه لي عنده تقريبا 200 دينار في علاقه بخصوصياته، في علاقه بتنقلاته، في علاقه، ويبقى للاسره 200 دينار. نفترض أن الزوجه كذلك تشتغل وقادره انها توفر 500 دينار. 800 دينار مع 500 دينار جاو 1300 دينار. التوزيع لازم يكون بالطريقه هذه، يتم توافق بين الزوج والزوجه على النظام التالي. هنا سي زياد شنو يلزمنا نعملوا؟ اول حاجه يلزمنا اكل 1300 دينار نقصهم او نقصوا جزء من هذوما لخلاص الفواتير في البدايه. لازمنا نعرفوا اللي عندنا الماء، عندنا الكهرباء، عندنا فواتير الهاتف، عندنا فواتير الانترنت، قرايه الوليدات، عندنا الكراء اذا كان فما. اول خطوه نعملها في علاقه بمصروفنا هي نقصوا الفواتير، لانه اذا كان انت ما خلصتش فاتوره الماء ولا الكهرباء شحب يصير؟ فحب يتم قطع ذلك ولا تنقص لنا خدمه من الخدمات الحيويه والاساسيه. الجزء الذي تبقى هنا هو مربط الفرس. مهما كان الجزء حتى الذي كان تبقى المبلغ معناه يبدو انه ما يفيش بالغرض. يبدو انه ما يفيش بالغرض. مهم جدا الكلمه هذه، يجب ان يكون موزع، نتصرفوا فيه بالطريقه التاليه، وهي يعني طريقه سحريه ودقيقه وتقنيه وعلميه. وقبل ما نقول للساده المشاهدين الطريقه هذه، يلزمنا نقول راهو 50% من المشاكل اللي تحدث في داخل مؤسسه الاسره والزواج بصفه عامه هي مشاكل ماديه. اذا كانت تكون عندنا الاليه العمليه اللي نتجاوزوا بها، الاكيد انه يحب يكون فما نوع من التوافق الحقيقي داخل مؤسسه الزواج كما داخل الاسره. كيفاش الحكايه؟ نفترض ناخذوا انه تقريبا الفواتير تكلف لنا في حدود 600 دينار، اللي بقانا هو 700 دينار. ال 700 دينار باش نسهلوا على الساده المشاهدين نقولوا راهو 40% فقط، عفوا سامحني هنا، خليني نقول لك ال 700 دينار يلزمنا نقتطعوا وبالضروره سي زياد 10% للادخار مهما كان المدخول الشهري. وهذا تقريبا الاغلبيه الساحقه. اسبقتني انا جيت نخفف شويه، نقول معناتها الاغلبيه الساحقه ماهمش قاعدين يدخلوا، وانت قلت لي مفقود. خلينا نقول بشكل مطلق، معناه بالضبط مفقود. ما عادش الناس تدخر جمله. تفهم علاش حاب نقصوا ال 70 دينار هذيك من 10%. 70 دينار نخرجها وحدها كل شهر، يبقى لنا الجزء الذي تبقى هو 630 دينار. هنا ال 630 دينار يلزمنا ناخذ فقط 40% للغذاء مش اكثر. مهما كان الجزء الذي يخصص يعني للغذاء مع جزء اخر نتحدثوا عنه اللي هو الرغبات نحكوا عليه، ف 40% فقط يخصص للغذاء. 40% مما تبقى من الدخل الشهري بعد خلاص الفواتير والكراء ان وجد، وهو موجود طبعا بالنسبه للساحقه، ونحو 10% من المتبقي للادخار. والمبلغ المتبقي، هذه الطريقة العلمية نتاع السي محمود، المبلغ المتبقي نخصصوا منه 40% فقط
للمقتنيات الغذائيه. بالضبط سي زياد، هات نحكيو للساده المشاهدين ايش معناها ال 40%. راهو ال 40% تعرف انت عندك مثلا في حدود 250 دينار او 300 دينار، راهو حب يكون عندك القدره على انك تحدد كل يوم قداش حب تصرف. اي اكثر من هيك. راهو انت كي تقول توا 200 ولا 300 دينار راهو على سبيل المثال. على سبيل المثال احنا اخترنا هنا في العمليه دي، راهو لانه برشا ناس يقول لك ما يعملوا شيء بالضبط، ولكن برشا ناس ما يعرفوش انه برشا توانسه، نسبه كبيره من التوانسه بالملايين دخلهم الشهري لا يتجاوز بضع مئات من الدينارات، والعديد منهم عايشين بركة ربي والحمد لله ولا باس عليهم، وياكلوا ويشربوا وقانعين وحامدين ربي معناها بشكل مصلي على النبي، ربي يزيدهم كما يقولوا وربي يبارك لهم. لا باس. ال 40% سي زياد هذيك حب تمكننا من انه نتجاوز مشكله اساسيه داخل الاسره اللي هي مش كثره الانفاق لكن الماكله اللي قاعده تلقى يوميا في اكياس القمامه. يعني يحب يكون فما ترشيد للانفاق وترشيد مهم جدا للاستهلاك. يعني الواحد يضبط اموره ويحصر روحه يربط روحه من الاخر هكا. ترشيد الاستهلاك يحب يمكن الساده المشاهدين. ترشيد الاستهلاك سي زياد راهو سيساعد في انه نخفضوا بدرجه كبيره مولا منسوب التوتر داخل الاسره. صحيح. ايضا نمكنوا وليداتنا اللي قاعدين يشاهدوا في طريقه تعاطي الاب والام مع الميزانيه العائليه في علاقه بالاكل، يتخذوا الاب والام كقدوه، بالضبط، يولي فما مسؤوليه كبيره جدا في علاقه بالانفاق. والطفل يعرف ان حسن التصرف والتحكم في والام تعرف يعني مش نطيبوا مثلا كسكسي الليله فالشطر نتاعو يتلوح، ونشاهدوا ذلك يعني نشاهدوا احنا اكياس القمامه ويعني كثير من الاشياء المؤسفه. عندنا 900 الف خبزه يوميا تتلوح للاسف في العادات هذه ما تغيرتش رغم الازمه الماليه، رغم الازمه الاقتصاديه، رغم الازمه المائيه ايضا اللي باش تكون عندها انعكاسات وتداعيات سلبيه على الانتاج الفلاحي والزراعات الكبرى. رغم ذلك السلوكيات نتاع التوانسه الا من رحم ربي للاسف ما تبدلتش. علاش بالضبط؟ علاش محمود؟ بالضبط علاش؟ لسبب بسيط جدا، لانه قررنا انه نعيش فقراء. هكا لانه قررنا سي زياد هنا الاجابه دقيقه. احنا معناها نصرفوا برشا على الماكله وعلى غيرها باش نظهروا اغنياء، لاننا قررنا عكسي والعكس هو اللي يصير نوليو نعيشوا فقراء. بالضبط، لاننا قررنا ان نعيش فقراء. لماذا؟ لانه بالطريقه ذي لما تصرف ال 40% حب يولي كل شيء قد سي زياد. فتولي تشري خبز قد، تولي طيب كسكسي قد، تولي طيب مرقه قد، وتولي زاد قادر على انك تجلس مع ابنائك وبناتك في سهره السبت او في سهره الاحد وتنسقوا وبدقه ما هي الوجبات الغذائيه ومحتوياتها، وكل ليله ماذا سنتغذى ولا سنتعشى وكلفتها وبدقه. طب انك 60% ذيك 60% هي تلك الرغبات. ما مهم جدا الانسان عنده شهوات وعنده رغبات وعندنا صبات وعندنا يعني ادباش وجاينا عيد وما الى ذلك. لمن استطاع اليه سبيلا. بالضبط. لا سنستطيع الان ان شاء الله. اذا كان نتبعوا الطريقه بتاعك. علاش سنستطيع؟ لانه باذن الله تعالى. نعم. سنستطيع. علاش؟ لانه قبل ما نستطيع يلزمني هنا يصير كلمه الاربيتراج هذاك. تجتمع الاسره تحدد راهو كنا سنحتفل بالعيد. نأكد كنا سنحتفل بالعيد. انت الان تتقمص دور رب الاسره. رب الاسره. راهو كنا سنحتفل بالعيد رغم ان عندنا 300 دينار ماهوش اكثر. راهو في العيد راهو نحكيو على اللحم، نحكيو على الحلويات، ونحكيو على ملابس العيد. 300 دينار ترى قول لي ايش 300 دينار. العمليه بسيطه جدا. راهو قلت الاب والام، راهو الاب راهو لو ما يحتفلش بالعيد وما يشريش شيء جديد، راهو الاب هذاك حب تولي عنده برشا طاقه سلبيه. راهو قاعدين نكذبوا على رواحنا احنا الساده المشاهدين، راهو نقول راهو فرحتك يفرح اولادي. ايش نعملوا؟ هاو العمليه بسيطه جدا. شو نقولوا عندنا 300 دينار مثلا 300 دينار هذوك تكون 50 دينار مثلا بين حلويات، وناخذوا مثلا 40 دينار شنو فيها اللي هي اللحم هذاك نهار العيد، بقات لنا 200 دينار. هات نقرروا احنا كعائله نشتري بك ال 200 دينار ذيك كل واحد قطعه من الملابس مش اكثر. بالطريقه ذي الاخر يشري صباط، الاخر يشري سروال، الاخر يشري مريول ولا الاخر يشري سوريه. اللي صار انه كل افراد العائله واحتفلت بالعيد. الاخ كيما الاخت كيما الاب كيما الام وقاو توزيع معناها تقريبا متوازن على راهو ذاك اللي الكل. يبني نوع من الاستمرار. وهنا نسالوا سؤال قبل ما نشريوا اي حاجه في علاقه بالرغبات، سواء حبينا نتعشاو لبرا او نتغداو لبرا او نقوموا ببعض الاشياء. السؤال باش نختموا به السؤال هذا مهم جدا ونحيلوا على موضوع الاستضافه القادمه ان شاء الله. السؤال هذا هو سي زياد نسال روحي انا قررت باش نشري النوار الموجود امامي مثلا. نعم. نسال روحي سؤال، هل انه شراء النوار لو ما
شريتوش الان قداش حب ياثر سلبيا في انا وفي اسرتي. فيمكن بهذا اذا كان لقيت انه حب ياثر 10%، الاكيد انه قادر ناجله للشهر اللي بعده ولا الشهر اللي بعده ولا حتى في الصيف. اذا كان مثلا الطفل صباته نعرفوه تهرى مثلا والطفل هذا قاعد يقرا، فيصبح شراء الحذاء هو اولويه طبعا. في علاقه بالوضعيه. حدوا الاولويات هنا نجم تحديد نقدموا الاولويات. 3 4 5 نصائح مهمه جدا للساده المشاهدين في علاقه بالانفاق، وخاصه احنا قادمين على عيد. توا تحب تقدمهم محمود الخمسة نصائح؟ الخمسة نصائح قبلهم بسرعة بسرعة وبطريقة برقية. أول حاجة نقول لهم راهو المبلغ الذي يعني تضبيطه للأسرة راهو سيكفيك سيكفيك سيكفيك، فقط إذا أحسنت التصرف في ذلك. وحسن التصرف هو أنه نجتمع جميعا أفراد العائلة ونطرحوا على أنفسنا شنية فلوسنا وشنية شهريتنا ونحب نوزعها وبدقة. هذه الأولى. الثانية نطلبوا إحنا ساعة من أرواحنا كزوج وزوجة أنه يكون عندنا قدرة على أنه نحدوا الأولويات بدقة. الثالثة واللي هي مهمة نتواصلوا مع أبنائنا. راه واحد من أسباب المشاكل داخل الأسرة هو الفجوات التواصلية اللي بيناتنا. نجتمعوا مع أبنائنا ونقول لهم هذه شهريتنا وهذه فلوسنا وهذه فواترنا، الوضوح والشفافية وهذا شنو نجموا نوفروا للغذاء وشنو نوفروا لللباس وشنو نوفروا في العيد. الرابعة واللي هي مهمة نقولوا لوليداتنا راهو إذا كان تدخلوا أنت في مقارنة أنا ماذا أرتدي وماذا ألبس والآخر ماذا يرتدي وماذا يلبس، راهو المقارنة هنا لا تجوز. لماذا؟ لأنه هذا الطفل اللي أنت في عائلتي عاش ولدي راهو عندك إكراهات وضغوطات في علاقة بعائلتنا، العائلة الأخرى ربما تكون تجاوزتها قبلنا إحنا. فنقول له رد بالك تقارن روحك بغيرك، وربما تجاوزتها بحسن التصرف. هذا حسن التصرف كيف باش أنا سنصل إلى تلك الصورة. نقول له ما لو رد بالك تقارن روحك بغيرك. انظر إلى نفسك وانظر إلى ذلك الحذاء الجديد. والخامسة والأخيرة انظر إلى ذلك الحذاء الجديد اللي شريته. الخامسة والأخيرة نقول لبعضنا إحنا كأسرة أراه الهدف الأساسي ماهوش الإنفاق، والهدف الأساسي ماهوش توزيع المميز. الهدف الأساسي هو أنه نعيشوا عائلة سعيدة واللي عنا نقدروا نتجاوزوا به كل مشاكلنا وكل صعوباتنا وكل تحدياتنا حتى نكونوا عائلة متوازنة وعائلة سعيدة، بشرط كما قلت زياد كلمتك مهمة الشفافية في التعامل. نعم، يعطيك الصحة الأستاذ محمود المقيدة الخبير في البرمجة الدماغية. شاهية طيبة. مشكور. وإلى اللقاء في فقرات قادمة طبعا.